السلام عليكم. أهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل عام وأنتم طيبين يا أحلى متابعين في الدنيا. إن شاء الله فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس إن شاء الله لسحور رمضان بإذن الله. الطريقة دي هتعتمديها وجميل جدا يا بنات، لون وطعم وريحة كلها حاجات طبيعية من البيت. قبل ما نبدأ هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أنا هنا يا بنات نقعت الفول لمدة مش أقل من 8 أو 12 ساعة وصفيته. تمام، هبدأ بقى أحط له المكونات دي يا بنات. يعتبر تاني يوم، يعني انتي نقعيه ليلة كاملة وصفي المية. طماطماية كبيرة مبشورة، جزرة كبيرة مبشورة، وليمونة وسط اقسميها كده نصين، مش لازم تشقيها للآخر يعني. وكوب الا ربع فول مدشوش مغسول، ونص كوب عدس اصفر مغسول بس احنا مش هننقعه مع الفول. تمام يا بنات، كل ده هنضيفه على الفول اللي كان منقوع ليله كامله، مش اقل من 12 ساعه نقعه. كميه الفول هنا نص كيلو فول تدميس. الفوله بيبقى شكلها فاتح وكبير، ده انضف نوع فول، ما تجيبيش اللي لونها غامق. واحده واحده كده يا بنات هيطلع احلى من بره 100 مره. طعم وريحه ولون حاجه طبيعيه من غير اي اضافات، كلها حاجات من البيت، هتبقي استاذه فيه. بس امشي بالخطوات دي واحده واحده كده يا بنات. حطيته على عين البوتاجاز وضفت ليه ميه مغليه لغايه ما غرق المكونات كلها، الفول والحاجه اللي انا حطيتها، طماطم والجزر، وقلبيه كويس قوي. واول ما يغلي وطي عليه زي الشمعه، وكل ما يحتاج ميه زودي ميه مغليه. سر تدميس الفول ان هو لازم يبقى النار هاديه جدا. هو كده يا بنات غلي، ما استناش بقى ان هو يفور، اوطي عليه زي الشمعه وكل فتره اقلبه. تمام كده يا بنات، اوطي عليه بقى خالص زي الشمعه يا بنات. طبعا عدى وقت في التدميس حوالي ساعتين على نار هاديه خالص. كل فتره في خلال الفتره دي لازم تقلبيه. انا هنا يا بنات بوريكم قد ايه استوى وبقى جميل. ما انت كده كده كمراه، يعني ايه كمراه؟ يعني مغطياه حاجه محكومه، دماسه او حل عادي بس يكون غطاها محكوم. ملاحظين يا بنات حبات الفول سليمه بالرغم ان انا بدوس عليها، واضح انها مستويه على الاخر. لو تلاحظوا كمان ان الليمونه انا ما شلتهاش، سبتها طول وقت التدميس وهي في الدماسه كده، ما شلتهاش، هشيلها في الاخر. هنا بقى السر يا بنات، السر التاني، معلقتين دقيق بالعدد على نص كيلو الفول ده، هندوبهم بميه عادي من الحنفيه. شايفين يا بنات؟ ده السر اللي محدش هيقولك عليه، هيخليه كهرمان يا بنات، كهرمان بجد. هندوبهم كويس جدا بالشوكه او المعلقه، ونقلب واحنا بننزل بالدقيق المتدوب بالميه ده، نقلب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط يا بنات، بالراحه لان الفول سخن جدا. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. ونقلب كويس قوي، واول ما يغلي نطفي عليه. وكده خلاص، خدي بقى احلى طبق فول مدمس من ايديك الحلوين، بألف هنا وشفا. انا بقول لكم اصبروا، اول ما يغلي هنطفي عليه. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم يا بنات؟ والله احلى من بره كمان. جربيه بالطريقة دي وان شاء الله هتدعيلي. مستنية ان شاء الله تعليقاتكم وتقولي لي ايه النتيجة معاكم. ان شاء الله الطريقة هتعجبكم قوي. جربيه بس بالطريقة دي. انا هنا يا بنات بشيل الليمونة خلاص، انا مش محتاجاها. يعتبر احنا حطيناها علشان الفول يبقى لونه حلو، لونه طبيعي ما يغمقش. خليكي شطورة واعملي في البيت وياكلوه من ايديك الحلوين بألف هنا وشفا.
شايفين يا بنات؟ كهرمان يا بنات، كهرمان. الحباية بحبتها برغم انها مستوية جدا زي ما انتوا شايفين كده. اغرفي بقى احلى طبق فول من ايديكي وقدميه كده، هما مش هيصدقوا انك عاملاه في البيت. بألف هنا وشفا يا بنات. شايفين؟ حبات الفول سليمة ومستوية في نفس الوقت. حطي له بقى الكمون والليمون، الزيت الحار، طحينة. ده الوجبة الأساسية في السحور. كل سنة وإحنا وإنتم طيبين جميعا يا رب. براحتك بقى، حطي له الملح براحتك حسب الرغبة. حبة كمون حطي، زيت زيتون، زيت عادي، أي نوع زيت حطيه براحتك. والله سادة خطير وطعمه جميل جدا. تخيلي بقى لما تضيفي الليمون والكمون والزيت هيبقى طعمه عامل ازاي. بالهنا والعافية. وبكده يا بنات نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش يا بنات اللايك والشير لكل حبايبكم. استنوني إن شاء الله في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. طبق الفول ده بيتكلم عن نفسه. ايه رأيكم؟ استنى تعليقاتكم ان شاء الله. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.